بيسيرو بيغيّر تشكيلة الزمالك وبيغيّر الخطة اللي بيلعب بيها الزمالك بقى له كتير. الزمالك الفترة اللي فاتت كان بيلعب 4-3-3، ولكن من أول ما جه بيسيرو أو من تاني لقاء مع الأهلي غيّر التشكيلة تمامًا، بقى يلعب 3-4-2-1 أو 3-4-3. ده أو دي الخطة اللي بيسيرو بيلعب بيها حاليًا على قد القماشة اللي معاه. هو اتجه إنه يلعب 3-4-3. تعالوا نشوف ليه. غير إنه قعّد لعيبة كتير كانت بتلعب أساسية الفترة اللي فاتت وبدأ يلعب بيها. اللعيبة دي كانت بتلعب أساسيين مع المدربين اللي مسكوا قبل بيسيرو، ولكن منذ تواجد بيسيرو وهو بدأ يغيّر أو يشيل ناس معيّنة كانوا أساسي في الفريق، هو شالهم خالص وتعالوا نشوف. بيسيرو النهارده بيعتمد غير كل مرّة، كل مرّة كان بيعتمد على عبد الله السعيد في نُص الملعب، المرّة دي حَب يريّح عبد الله السعيد شوية وهيلاعب ناصر ماهر مكان عبد الله السعيد. بيسيرو استقر على محمد عواد في حراسة المرمى، مصدق والونش وعبد المجيد من ساعة لقاء الأهلي والزمالك. هو استقر على الثلاثي ده خلاص ورا. في نص الملعب حاطط دونجا لوحده طبعا نظرا لغياب جهاد لسه عشان عنده شد في الخلفية. ناصر ماهر بنتايك خلاه حر هو عمر جابر، خلى عمر جابر وبنتايج جناحين طايرين مع انهم باكين، بس خلاهم طايرين والتلاتة هنا بيساعدوا بعض ورا وبيقفلوا على اللي بيجري من هنا. يعني مثلا لو عمر جابر جري مصدق تلاقيه بيقفل ناحيته، بنتايج جري عبد المجيد برضو نفس الكلام، والونش في النص طبعا ما بيقدمش، ولو قدم بتلاقي دونجا هو المفروض ورا. مع اني كنت ارجح يعني يعني يلعب جهاد، ولكن جهاد لسه للاسف في الاصابه. شلبي الكارثة الكبرى لسه بيلعب ناحية الشمال. جفال النهارده المفاجأة في اليمين. غياب طبعا زيزو مش عارف ليه حاليا. وناصر منسي في الهجوم منفردا وحيدا ويستحق ان هو يكون موجود. ناصر منسي مهاجم كويس جدا، ولكن سيف الجزيري قعدته هل سيطالب بقى بالرحيل والكلام ده؟ لان ناصر منسي اعلى منه من خلال الفتره اللي فاتت دي كلها. ده اللي هنشوفه خلال الايام الجايه، ولكن دي تشكيله الزمالك طبعا مع غياب شحاته للطرد اللي حصل عليه المباراه اللي فاتت، فطبعا غايب. كنت اتمنى يلعب مكان دونجا، ولكن اتمنى دونجا ما يتفلسفش في مباراه زي دي لسبب واحد بس، ان مفيش حد معاه في نص الملعب من الناس اللي بتدافع. دي الحاجه الوحيده بس اللي يبطل فلسفه بيها. يعني يبطل شويه، ابوس ايدك يا دونجا، ابوس ايدك، بطل شويه. بدلاء الزمالك بقى سيف جعفر وحمدي، وعندك عبد الله السعيد والجزيري وحسام اشرف واحمد حسام واحمد محمود. دول بدلاء الزمالك. انا شايف ان اهم تبديله هتحصل هي تبديله عبد الله السعيد اللي لازم تتعمل. هتسحب مين مش عارف، الله اعلم، بس اكيد هتسحب ناصر ماهر مكانه او مصطفى شلبي.